عاوز اتكلم على حاجه والنبي يا كابتن مهيب. اتفضل يا فندم. انتوا بتعترضوا على الانسان العادي الزملكاوي اللي جه من المانيا عشان يشجع الوداد؟ لا ما اعترضناش، يعني احنا ما طيب اعترضناش، بس مش احنا عاجبكم؟ بنتساءل، يعني انا بنتساءل مش كده؟ انا عايز اسال سؤال يا فندم. هذا الرجل ولا شخصيه عامه زي الكابتن شوقي السعيد؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا كابتن رضا؟ انت مذاكر بقى. كابتن رضا، انا دخلت بيتك وكلت وخرجنا وعملنا، وانت راجل زملكاوي كبير ومعروف انك زملكاوي كبير، وايه اللي الهدف في كده؟ بص، انت راجل زملكاوي كبير وعارفين ان انت راجل زملكاوي كبير وفوق دماغنا. خلاص يا ناس قولوا الحق بقى. الاستاذ اللي اتكلم من شويه قال لك انت عارف كويس قوي، حضرتك قلت يا كابتن مهيب احنا ما بنتكلمش في الحاجات دي في البرنامج. انا اسف يعني، ما تخلوه يقول. عايز ايه؟ عايزين والله العظيم ثلاثه ما هتقوم قومه لفرقه نادي الزمالك الا لما نعترف. الزمالك لو لاعب ريال مدريد واتغلب هيقول لك تحكيم. يا جماعه نادي الزمالك ده نادي كبير قوي. اقسم بالله، عارف المقوله، انا اسف في التشبيه يعني، اللي هو لما يبقى راجل عجوز ومراته الست المخلصه دي تقول لك والله لو عضمه في قفه، والله لو الزمالك ترتيبه ال 12 يا فندم، يا استاذ بيومي، يا استاذ بيومي، مع احترامي كامل لكل الفرق المنافسه وكل الكلام ده، سيبقى نادي الزمالك وبدون ما اكون بجامل حد. يا استاذ بيومي بتكلم بس. نعم اتفضل. احنا هنقول كلمه لله، لان دلوقتي الكلمه بقت ليها حساب كبير جدا، وبالاخص الناس معينه. نادي الزمالك في ناس شوشت على جماهيره. في ناس، حضرتك اسمع مني الكلام ده كويس قوي. نادي الزمالك ده نادي كبير قوي، نادي عريق قوي، جماهيره يا سلام على جماهير نادي الزمالك، يعني من انقى واعظم واوفى الجماهير اللي في العالم. اهو انا بتكلم اهو، ورزقنا على الله. لكن هناك تشويش حصل على جماهير نادي الزمالك. تمام. تشويش جدا. تشويش بموافقة الجميع بيحصل على جماهير نادي الزمالك، والموضوع بقى كتير. الاعلام بقى كتير. لا مش اعلام، لا مش اعلام، مش اعلام. انا عارف انا بقول ايه. لا ما بقولش ان الاعلام هو اللي يشوش. لا احنا الاعلام اهو بنساند نادي الزمالك وبنساند النادي الاهلي، لكن في ناس بتشوش ومعروفه وباينه وظاهره والناس كلها عرفتها والجماهير كلها عارفاها. مش هقول اكتر من كده، وانت يعني انا كنت بحتفظ الكلام ده لنفسي، لكن الموضوع ابتدى لا يعني كده كتير، كده كتير. والله يا كابتن انا مش هدافع عن الاهلاويه، بس انا كاهلاوي خلاص، والكلام ده بعمله مع اصحابي دايما على السوشيال ميديا. لما الزمالك يبقى فارد ضلوع كده يقول لك احنا هنكسب بكره ما اعرفش ايه وبيتغلب، بقعد اضحك معاهم، بقعد اضحك مع الزملكاويه. لكن اقسم بجلال الله، وانا اهلاوي كبير واهلاوي غل، عمري ما استنيت ان الزمالك يتغلب في افريقيا. عمري ما استنيت. هو بس احنا عندنا برضو يعني حته ثقافه ان الاهلي والزمالك وبيلعبوا في افريقيا. يعني انا عمري ما شفت مشجع من برشلونه بيشجع ريال مدريد، ولا عمري مشجع من ريال مدريد بيشجع برشلونه، ولا عمري مشجع من ليفربول بيشجع مانشستر يونايتد، ولا عمري مشجع من مانشستر يشجع ليفربول، ولا الرجاء بيشجعوا الوداد، ولا الوداد بيشجعوا الرجاء. نعم يا كل حضرتك اللي بتقوله، بس ينفع ابقى شايل هم ان لو لا قدر الله ما خدتش كاس افريقيا، ما بقاش شايل هم فرحه المغرب او شايل هم شماته المغرب، ابقى شايل هم شماته ولاد بلدي. لا والله بص، انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الكوره مكسب وخساره يا استاذ بيومي. وعايز اقول لك حاجه، المغرب لو كسب هنقول له الف مبروك، لازم نتقبل الهزيمه زي ما احنا بنفرح يعني. لكن الاخوه المغاربه اصدقاء واخوات والتوانسه بس كلمه اخيره للكابتن رضا عبد العال. اتفضل. قول يا فنان. بالحظ يا كابتن رضا، بالحظ والبنالتي اللي ضاع من الهلال السوداني، الاهلي وصل لما هو فيه، لكن هو يستحق ان يصل لما هو فيه. بمعنى ممكن جدا فرق كتير قوي تخدمها ما تكملش لا في ربع نهائي ولا في نص نهائي عشان توصل نهائي، لكن زي مهيب ما قال، الحظ دايما بيخدم اللي يستاهل. طبعا